أهلا بيكم في حلقة جديدة من سؤال ملوش إجابة. النهاردة هنسافر في عالم الرعب والغموض عشان نتكلم عن واحدة من أكتر الشخصيات إثارة للرعب والفضول، وهي سايرن هيد، المعروفة أيضا برأس الصفارة. مين هي الشخصية دي؟ وإيه هو أصلها؟ وإزاي أثرت على الثقافة الشعبية؟ كمل معايا عشان تعرف باقي التفاصيل. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتشترك في القناة. أنا حسام حسن وده سؤال ملوش إجابة. خلينا الأول نبدأ بالتعرف على سايرن هيد، الشخصية الغامضة دي هي مخلوق خيالي تم إنشاؤه بواسطة الفنان الكندي تريفور هندرسون في عام 2018. وعلى ما يبدو اللي ظهر لينا إن سايرن هيد مستوحاة من الكوابيس والأساطير الحضارية، واللي خلاها تعكس خوفنا من المجهول والأشياء غير المفهومة. مظهر سايرن هيد: الطول. بيتميز سايرن هيد بطول قامته اللي بيتجاوز المترين، واللي بيخليه يبدو مرعبا ومخيفا. الجسد نحيف وطويل، وده بيساهم في إحساسنا بالقلق والخوف لما نشوفه. الرأس: يحمل رأسين. سايرن هيد بتلاقيه دايما يحمل رأسين على شكل صفارات إنذار، واللي تعتبر رمز للإنذار والخطر. أما الجلد، غالبا ما يكون الجلد مظلم ومتشقق، واللي بيعطيه مظهر كئيب ومثير للرعب. أما بقى الأصوات، واللي هو مشهور بيها جدا، بيصدر سايرن هيد أصوات متنوعة ومخيفة بتشمل حاجات كتير زي صفارات الإنذار اللي بتتسبب في شعور الناس بالخطر، وأصوات البشر. أحيانا ممكن يصدر أصوات بشرية، واللي بيخلي الوضع أكثر رعبا. الموسيقى، وأوقات تسمع أحيانا أنغام موسيقية تتداخل مع الأصوات الأخرى، مما يزيد من توتر اللحظة. طب إيه هو أصل وانتشار الشخصية؟ وده ينقلنا للجزء الثاني من الحلقة. ظهرت شخصية سايرن هيد لأول مرة عندما نشر تريفور هندرسون صورة لها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الصورة بسيطة جدا، ولكنها جذبت الانتباه بسرعة كبيرة بسبب مظهرها الفريد والغريب، ومحدش كان قادر يميز هل هي حقيقية أم تركيب. وده ساعد وساهم في سرعة انتشار الإشاعات بين الناس. الانتشار: مع مرور الوقت أصبح سايرن هيد موضوع شائع في بعض المنتديات والجروبات على الإنترنت، وبدأت الناس في مشاركة القصص وروايات وأساطير حوالين الشخصية. وبدأ كتير من الكتاب بكتابة قصص قصيرة تتناول مغامرات سايرن هيد، وده زاد من شعبيتها. الرسوم التوضيحية: بدأ الفنانين والمصممين والجرافيك ديزاينر في تصميم أعمال فنية تتعلق بسايرن هيد، واللي خلاها جزء كبير من الثقافة البصرية عبر الإنترنت. مواقع التواصل الاجتماعي: تعتبر منصة زي يوتيوب المكان المثالي لمشاركة مقاطع الفيديو اللي بتتعلق بسايرن هيد، فتلاقي إنه قام صناع المحتوى بإنشاء مقاطع فيديو ترويجية وألعاب تعتمد على هذه الشخصية، وبرضه ده ساهم في انتشارها بشكل أكبر. بس إيه هو التفسير اللي ورا الشخصية؟ هل هي شخصية وخلاص، ولا وراها رموز وعايزة توصل حاجة؟ تعال نشوف تفسيرات ورمزية سايرن هيد. أولا، الخوف من المجهول. سايرن هيد بيجسد الخوف من الأشياء غير المفهومة والمجهولة. تجسد هذه الشخصية فكرة أن ما لا نراه يمكن أن يكون أكثر رعبا مما نعتقد. الأصوات المخيفة: بتستخدم الشخصية الأصوات المألوفة في بيئة غير مألوفة، وده يمكن أن يتسبب في مشاعر الرعب. فالأصوات المعروفة تصبح مصدر للقلق في سياق غير مألوف. الرمزية: ممكن نعتبر سايرن هيد رمزا للخطر والتوتر في حياتنا اليومية، خصوصا لما بنواجه مواقف تهدد سلامتنا. صفارات الإنذار: تشير دائما إلى وجود خطر،
واللي بيخلي الشخصية تمثل التحذيرات التي نتجاهلها أحيانا في حياتنا كل يوم. نيجي للجزء الأخير، إزاي نقدر نتعامل مع الرعب مع الشخصيات اللي شبه سايرن هيد؟ أولا، الوعي بالمصدر. من المهم إنك تفهم إن الشخصيات دي خيالية، وإن هدفها الوحيد هو الترفيه فقط وليس التسبب في أي قلق. التحدث مع الآخرين، الكلام عن الخوف مع الأصدقاء والعائلة بيساعد على تخفيف التوتر والشعور بالأمان، ويخلي عقلك يخرج من الفكرة اللي مخوفاك نفسها. خليك هادي، اتنفس بهدوء وتأمل في الحياة وفكر في الإيجابيات. هتلاقيه إنه مجرد شعور بالخوف ملوش أي أساس. بس كده، دي كانت حكايتنا النهاردة عن سايرن هيد. ولو عاوز تعرف أكتر قولي في الكومنتات. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في كومنت، واستناني كل سبت في حلقة جديدة من سؤال ملوش إجابة. سلام.